شغلتنا يا صديقي تظبيط الأفلام لحضرتك عشان تطلع جميلة وزي الفل، ولو هتتابعنا يبقى تصلي على النبي الأول وتروح تجيب القهوة الجميلة بتاعتك وتعالى يلا نشوف الفيلم. فيلمنا بيبدأ ببيلو لما بيروح للسيد باندي وهو بيطلب منه قرض عشان يجدد معدات المحل بتاعه، فبيرفض الراجل وبيقول له لا. بيلو بيشتغل حلاق وعشان المحل بتاعه قديم فمفيش حد بيروح له. بالليل مراته بتقول له لازم تروح الصبح للولاد المدرسة عشان تدفع المصاريف. مديرة المدرسة بتقابله وبتقول له لو ما دفعتش لغاية آخر الشهر ولادك هينطردوا من المدرسة. بيروح بيلو المحل بتاعه ومفيش برضه زباين لانهم بيروحوا يحلقوا في محل تاني، لان محل بيلو ادواته قديمه قوي، فصاحب المحل التاني بيغيظه وبيقول له عندي زباين وانت لا. فبيلو بينزل اسعاره عشان الزباين تجيله وبرضه محدش بيروح له. بعدها بيروح يقابل السيد دامشند وبيقول له الكرسي بكام، ولما بيعرف دامشند انه ما معهوش غير روبيه واحده فبيعرض عليه انه يسلفه فبيرفض وبيطرده ويمشي. بنشوف في الناحيه التانيه ساهر خان الممثل المشهور والمخرج وهو بيقول له احنا كمان يومين هنصور فيلم، وبيقول له هنصور الفيلم في قريه بودبودا. بيجي كومار وهو داخل على بيلو المحل ومن اعز اصدقائه وبيقول له اخيرا لقيت زبون عندك. وبيجي السيد دامشند وهو راكب عربيته وبيبص على اسعار بيلو الجديده اللي حطها على المحل، ولان دامشند بخيل فقرر انه يروح يحلق عند بيلو. فالمساعد بتاعه بيقول له ده انت لسه حالق من يومين. ولما قعد على الكرسي ولسه بيتعدل راح واقع على الارض، فجم رجالته بسرعه شالوه وودوه العربيه. وطبعا بيلو بيزعل عشان الكرسي اتدغدغ. بتيجي عربيه حمراء وبينزل منها واحد وبيطلب من البياعين كل الخضار اللي عندهم لمده 25 يوم. ولما بيسالوه انت عاوز الكميه دي كلها ليه فبيقول لهم انا هصور فيلم هنا. وبيروح للراجل بتاع البقاله وبيقول له انا محتاج بقاله ل 400 فرد كل يوم. وبيقول له هو مين اللي هيمثل فبيعرفوا انه ساهر خان. تاني يوم بيوصل ساهر الفندق وبيجي بيلو وهو بيكلم نفسه، وولاده لما بيرجعوا بيقولوا له ان صاحبك ساهر خان جاي يمثل فيلم هنا. فبيلو بيتفاجئ وبيطلبوا منه انه ياخدهم عشان يتصوروا معاه. فقال لهم خلاص بكره بعد المدرسه نروح له، ومراته كمان عاوزه تروح معاهم. بالليل العيال بيبقوا فرحانين قوي عشان هيتصوروا مع ساهر بكره. فبيقول لمراته ساهر كان صاحبي من زمان بس ممكن ما يفتكرنيش دلوقتي، وحتى لو عرفني ممكن يقول لا ما اعرفوش عشان انا فقير. ابن بيلو قال لاصحابه ان ابوه بيلو صديق ساهر خان، فانتشر الخبر في القريه كلها وعرفوا انهم صحاب من زمان. ولاد بيلو بيبقوا فرحانين عشان هيشوفوا ساهر خان. فبيلو بيتهرب من ولاده وبيقول لهم انا مشغول النهارده، انا عندي شغل كتير قوي في المحل. فولاده بيزعلوا منه فقال لهم خلاص هنروح بالليل. بيجي ساهر خان وهو بيصور مشهد من مشاهد الفيلم. بيجي الباص بتاع المدرسه عند بيت بيلو وبيقف، ولما مراته بتقول له ده المديره هنا قال لها اكيد دي جايه عشان المصاريف، وبيقول لها قولي لها ان مش هنا. فالمديره فعلا بتسال عن بيلو فقالت لها بيلو مش هنا. فبتقول لمرات بيلو خلاص يا ستي احنا هندفع مصاريف ولادك السنين اللي جايه كلها بس بشرط. طبعا بيكون بيلو واقف مستخبي وبيسمع الكلام. فبتقول لها احنا عارفين ان بيلو صاحب ساهر خان فعاوزين بيلو يعزمه على حفله المدرسه بس كده. فبيجي بسرعه بيلو وبيقول للمديره انا اسف انا مش هعرف اعزمه لانه مش صاحبي. فالمديره بتضحك وبتقول له على فكره انت متواضع قوي. فبيلو مصمم انه مش هيعرف يعزمه. فمراته بتتضايق وبتوعد المديره انها هتخلي بيلو يعزم ساهر خان على الحفله، وبتسيبها المديره وبتمشي. فبيلو بيقول لها انت ازاي تعملي كده؟ فمراته قالت له لو ما عملتش كده ولادك هينطردوا من المدرسه، ولو انت مش هتعرف تقول له هروح له انا واقول له ان مرات صاحبك بيلو. فقال لها خلاص انا هحاول احل الموضوع ده. بعدها بيلو بيروح يفتح المحل بتاعه، ولما الناس بتشوفه بيجري وهم ورا فاكرهم عاوزين الفلوس اللي عليه. فكومار بيقول له ما تخافش احنا عاوزينك تعرفنا بس بساهر خان ونتصور معاه، وبيحتفلوا بيه. بتيجي الستات وهم بيسالوا بانديا مرات بيلو ازاي بيلو اتعرف على ساهر خان. قالت لهم ده كان في الجامعه زمان وساهر خان كان عمل حادثه وبيلو اداله دمه، ومن ساعتها وهم اصحاب. وساهر خان بعدها عرض على بيلو انه يمثل معاه بس انا رفضت الموضوع ده لانه بيبقى فيه احتكاك وملامسات بين الممثلين وبعضهم، وعشان انا بغير على بيلو فرفضت الموضوع ده. طبعا كل اللي قالته للستات ده مش حقيقي اصلا، وقالت لهم ان بيلو هو اللي قال تعالى صور هنا في القريه. بيجي بيلو هو راكب عجلته وهو رايح اجتماع المدرسه وولاده زعلانين عشان مش هيروحوا يشوفوا ساهر خان. فبيقول لاولاده انا هقول للمديره ان ما اعرفش ساهر خان ومش هجيبه المدرسه واللي يحصل يحصل. فبنته بتفكره بالمصاريف فبيتضايق. ولما بيروح اجتماع المدرسه فالمديره بتقول لازم تعزم ساهر خان لانهم ماشيين بعد 12 يوم. فاضطر بيلو انه يقول انا قلت له بس ساهر رفض لانه مشغول قوي في التصوير. فالسكرتير قال لو ما جبتش ساهر هنطرد ولادك من المدرسه. فقال لهم هحاول. ولما بيروح البيت مراته برضه مصممه انه لازم يروح لساهر، فبيقول لها معقول يفتكرني بعد العمر ده كله؟ يا رب بقى يمشوا من هنا. فمراته قالت له جرب مش هتخسر حاجه. فبيروح بيلو يكلم الفندق اللي فيه ساهر. فسكرتير ساهر رد عليه وقال له انت مين؟ فقال له انا بيلو الحلاق. فبيروح مزعق له وبيكون اهل القريه واقفين بيسمعوا مكالمته. فالسكرتير قال له لو اتكلمت هنا تاني هبلغ عنك، وقفل التليفون في وشه. بعدها اهل القريه بيقولوا له قلت ايه لساهر وساهر قال لك ايه؟ فاضطر برضه يكذب عليهم ويقول لهم ان ساهر بياخد دش دلوقتي ولما يخلص هيكلمني. تاني يوم بيجي دامشند وهو جايب لبيلو كرسي جديد وبيقول له ده ب 25,000 روبيه. فبيلو بيقول له انا معيش فلوس لكده انت نسيت؟ فبيقول له ما
تقلقش انا مش عاوز حاجه، ده هديه مني ليك. وبيقوموا الزبون من على الكرسي القديم وبيجيبوا عده وادوات جديده للمحل بتاع بيلو وسط شوار جديد كمان. فبيلو بيسال دمشند ايه المقابل قصاد كل ده، فبيقول له انا بس عاوزك تعرفني على ساهر خان، وبيسيبه ويمشي. تاني يوم كل الناس راحت تحلق عند بيلو، والمحل اللي قصاده بقى محدش بيروح له. مراته بالليل بتقول له ولادك زعلانين انك وعدتهم يشوفوا ساهر خان، وبيلاقيها عامله اكل كتير وحلو، فبيقول لها انت جبت الاكل ده كله منين؟ فبتقول له اهل القريه اللي جابوه عاوزينك تخليهم يتصوروا مع ساهر خان. فبيقول لها تاني صعب اني اقابله والله، بندي قالت له هو بيصور عند النهر عموما وهم محتاجين ناس يطلعوا في التصوير فهيحتاجوا عدد كبير من الناس. فتاني يوم بيسمع كلامها وبيروح مع الناس، وبيكون ساهر قاعد مع المخرج وبيستعد للمشهد بتاعه، وبيلو بينده عليه بس ما بيسمعوش. وفيه واحد راح يمثل دور المفتش بس مش عارف، فبيلو بيحاول يشوف ساهر باي طريقه وبرضه الراجل مش عارف يمثل. وبتيجي مديره المدرسه وهي متضايقه لان بيلو ما جابش ساهر خان. ففيهم واحد رخم بيقول لهم انا عارف الوزير وممكن يوصلنا بساهر خان. وبيطلع بيلو على الشجره وبيحاول ينادي على ساهر، والكتر عدد الناس اللي في التصوير وكمان فرع الشجره اللي اتكسر فمش بيشوفه. تاني يوم دمشند بيروح لبيلو وبيقول له انت لازم ضروري تعرفني بساهر والا هاخد الحاجات الجديده اللي جبتها لك. وبيجي كومار وبيقول له ده التصوير كمان يومين ويخلص، فبيتعصب دمشند اكتر وبيروح واخد بيلو معاه في العربيه. بتيجي مديره المدرسه وهي في موقع التصوير وبيوصل دمشند كمان، والشرطه بتقول لهم امشوا من هنا محدش هيخش. فبيجي كومار وبيقول لهم ده بيلو صديق ساهر خان، بس الشرطي مش بيصدقهم. بيجي ساهر وهو بيرحب بمديره المدرسه وبيقول لها الوزير قال انك جاي. وسكرتير المدرسه المغرور بيقول لساهر انا عارف ممثلين كتير زيك كده وبرضه مغرورين زي حضرتك. فمديره المدرسه بتقول لساهر خان معلش ما تاخدش في بالك، هتيجي الحفله حضرتك؟ فالراجل المغرور اللي معاها قال لها اكيد هيجي، ده الوزير امره. فساهر خان قال له انا ما حدش بيأمرني وانا مش هاجي الحفله. فالمديره بتاخد الراجل المغرور ده وبتبعده عن ساهر خان. فبترجع المديره لساهر وبتقول له يا ريت تيجي عشان تحقق حلم الاطفال الصغيرين. فقال لها خلاص انا هاجي في اخر يوم بعد التصوير، بس رجاء انكم تبعدوا الراجل الرخم ده بعيد عني. طبعا دمشند لسه بيحاول يوصل لساهر خان وبيشتبكوا مع الشرطه، والشرطه بتضربهم وبيهرب بيلو من بينهم من غير ما حد يشوفه. وبيدخل واحد لساهر خان يوقع له على الاوتوجراف بتاعه، والشرطه بتمسكه وبعدين بتقبض عليهم كلهم، وبنلاقيهم كلهم مشرفين في مركز الشرطه. والضابط بيقول لهم انتوا عارفين انكم ممكن تتحبسوا 15 سنه وده بسبب اعتدائكم على الشرطه وكمان اتهجمتوا على ساهر خان. فبيقولوا له احنا كنا عاوزين بس نتصور معاه واحنا ما كناش محتاجين تصريح لان صاحبه كان معانا وهيعرفنا بيه. فالضابط بيقول لهم مين ده يعني الشخصيه المهمه قوي دي؟ فبيقولوا له ده بيلو الحلاق. فالضابط بيضحك وبيقول لهم مين اللي قال كده؟ قالوا له القريه كلها بتقول انهم اصحاب. فبيقول لهم معقول ساهر خان هيبقى صاحب واحد حلاق؟ ولما هو صاحبه قوي كده ما راحلوش المحل بتاعه ليه؟ ولا حتى بيلو ده ما راحلوش الفندق يقابله هناك ليه؟ فبيقولوا على بيلو انه كذاب، ودامشند بيقول انه نصاب، ده انا مديله كرسي ب 25,000 روبيه، ده غير الكرسي والمرايه الجديده والادوات اللي جبتها له، ده غير الحلاق اللي قصاده قال ان بيلو اخد منه 2000 روبيه عشان يشوهوا سمعه بيلو ويرجع محله يشتغل تاني. فالظابط قال لهم واضح كده انه نصب عليكم كلكم ولازم تعملوا فيه بلاغ. وبيلو يا عيني ولا نصب ولا حاجه، ده هم اللي عملوا فيه كده. بالليل دامشند بيروح ياخد الحاجه اللي جابها لبيلو وكمان الفلوس اللي في المحل، وقال له انا هحبسك. وبيقف قدام المحل وبيقول للناس كلها ده نصاب وانه ما يعرفش ساهر خان ولا حاجه. طبعا صاحب المحل اللي قدامه بيتبسط قوي، وبتيجي الشرطه لبيلو وبيقولوا له انت متهم بالنصب والاحتيال، وبيقبضوا عليه ودوه مركز الشرطه وبيروح جاره يطلعه. تاني يوم بيروح المحل بتاعه وهو فاضي والكرسي مرمي بعيد عن المحل، فبيروح يجيبه ويصلحه ويرجع مرايته القديمه تاني لمكانها. والستات وهي معديه طبعا بيتريقوا على مرات بيلو، فبتدخل البيت بسرعه وتقعد تعيط. بتيجي مديره المدرسه وهي بتجهز للحفله واستقبال ساهر خان، واللي هيجي الحفله تقريبا على الساعه 5:30. ولاد بيلو بيلبسوا وعاوزين يروحوا الحفله، وبيلو قاعد جنب البيت حزين. وبيروح ولاده فعلا الحفله وكل اهل القريه، ومن كتر عدم اهتمام بيلو بالموضوع فمراته سالته انت تعرف ساهر خان بجد ولا ده كلام؟ فسكت ومردش عليها. فبتقول له انا كان نفسي اشوف ساهر خان من قريب. فقال لها خلاص روحي ولا اقول لك تعالي وانا هوصلك الحفله بنفسي. طبعا دامشند راح الحفله وكل المسؤولين بيستعدوا لزياره ساهر خان. ولما المديره بتشوف الراجل المغرور قالت للسكرتير بتاعها اتصرف ومشي الراجل ده عشان ساهر لو شافه مش هيدخل المدرسه. فبياخدوه بيحبسوه في اوضه، ولما دامشند قعد على الكرسي اللي قدام جت الشرطه وقوموه وبيقع على الارض وبعدين بيرجعوه ورا خالص. بيوصل ساهر خان وبترحب بيه المديره والمسؤولين، ودامشند بينده على واحد قدام يمكن يقعده جنبه بس وبيطنش. المديره وقفت تقول خطاب الترحيب وانها بتشكر ساهر خان على زيارته. بيلو بيكون وصل مراته للحفله وهو واقف بره مش عاوز يدخل، وبيجي ساهر وهو بيرحب بكل الناس اللي حضروا عشانه دول، وبيحكي ساهر عن حياته انه كان فقير وعانى كتير في حياته لدرجه انه ما كانش معاه مصاريف المدرسه، والوحيد اللي وقف جنبه خلاه يبقى حاجه هو انسان بمعنى الكلمه وهو اسمه بيلو. بيلو بيتصدم هو ومراته لما بيسمع ساهر خان وهو بيتكلم عنه، وطبيعي كمان اهل القريه كلهم بيبقوا مصدومين. وبيقول خان وبيكمل انا عمري ما نسيت بيلو، انتوا عارفين ان بيلو ده كان بيديني اكل وهو بيفضل جعان، وكان بيحلق لي شعري
ببلاش، وكان بيسرق فلوس من ابوه عشان اروح معاه السينما، وهو اللي خلاني امثل وانا ما كنتش عاوز ده. بيلو صمم اني امثل وكان واثق في موهبتي. انا مش ممكن انسى بيلو لان هو اللي اداني فلوس عشان اروح مومباي وابدا حياتي هناك، وبقيت ساهر خان المشهور اللي واقف قدامكم النهارده. انا رجعت القريه تاني عشان اشوف بيلو بس ما لقيتوش، بس عرفت انه اتجوز واحده فقيره، ولما اهله رفضوا خدها ومشي وساب القريه. وانا دورت على بيلو كتير بس ما لقيتوش. بيلو بيتاثر بكلام صاحبه وبيمشي وبيكمل ساهر وبيقول انا غني ومشهور وكل حاجه عندي، بس كان امنيه حياتي ان اشوف صديق حياتي بيلو. بيلو هو ماشي مراته بتمشي وراه للبيت وبيقول لها معقول لسه ساهر فاكر كل ده؟ واولاده برضه بيروحوا وراه ويتاسفوا له انهم كانوا فاكرين ما يعرفش ساهر وانه بيكذب عليهم، ولما بيبص بيلاقي ساهر خان واقف قدامه وقال لبيلو انت فاكر ان انا نسيتك؟ انا دورت كتير قوي عليك، طب انت ما جيتليش ليه؟ فبيلو قال له انت مش شايف الفرق اللي بقى بيني وبينك قد ايه؟ وما كنتش كمان يا ساهر عاوزك تعرف اني فقير قوي كده، لان ظنيت فيك انك هتقول انك ما تعرفنيش. وهو بيبكي بيروح واخد صاحبه في حضنه والاتنين بيبكوا، وبيروح ساهر قايل لبيلو انا همشي دلوقتي بس هجيلك تاني قريب، بس المره الجايه هاجي اخدك انت واسرتك ونرجع قريتنا. اهل القريه كلهم بيبقوا متجمعين قدام بيت بيلو، وساهر بيركب العربيه وبيمشي وبيجي اهل القريه وهم بيحتفلوا ببيلو، وبكده بينتهي فيلمنا النهارده. ربنا ما يحرمنا من الافلام الجامده دي اللي مخليانا دايما معاكم. وما تنساش يا صديقي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد بننزله، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك، ولو وصل الفيديو ل50,000 لايك هنزل لك الجديد.